ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بسؤال الله عز وجل حسن الخاتمة، لأن في قوله فتوفوا على الإيمان سؤال يتضمن الابتهال لله عز وجل بحسن الخاتمة، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم، أن يسأل الله عز وجل حسن الختام، لأنه ربما عاش الإنسان والعياذ بالله مسلما ومات كافرا، فهذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله، والأمور بخواتيمها. ولذلك قال تعالى يوصي عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء والأئمة رحمهم الله في تفسيرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي كونوا على تقوى الله والتزموا بتقوى الله حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على الإسلام، فختم لكم بخاتمة السعداء. ولذلك يخشى على العبد في حال معصيته لله عز وجل، والذي جعل الخيار والصالحين فائزين بحسن الختام أنهم لزموا تقوى الله عز وجل وخافوا من المعاصي. وكان الرجل منهم إذا تعلق بمعصية في السمع أو في البصر أو في غير ذلك من جوارحه يخاف أن تأتيه الخاتمة وهو على ذلك الذنب وعلى تلك المعصية، وكانوا يخافون من المعاصي أن تكون بريدا إلى الكفر والعياذ بالله وسوء الخاتمة. ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله أن تكون الوفاة حسنة ولا تحسن الخاتمة إلا بالإسلام وبالإيمان وبطاعة الله عز وجل. فإذا وقف الإنسان فإذا أراد الله أن يسعد عبده أوقفه في آخر أعتاب هذه الدنيا على أعلى مراتب الطاعة. فأسعد الناس في هذه الدنيا من كان من طاعة إلى طاعة حتى إذا ختم له بعلو الدرجات والفوز بالرحمة والمرضات. وأشقى الناس والعياذ بالله من تردى في الدركات واغتر بالطاعات ولا يهلك على الله إلا هالك، فنظر إلى استقامته والتزامه وجعل يزكي نفسه بنفسه ولا يزكي نفسه بقوله وعمله وسره وظاهره، حتى والعياذ بالله يغتر فيهلك. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يخاف ويحذر من سوء الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في أدعيته بالمناسبة لأن الموت هو الخاتمة، ولذلك ختم دعاء عليه الصلاة والسلام بما ينبغي للمسلم أن ينتبه له وأن يحذر منه وأن يحذر منه غيره، وهو سوء الخاتمة والعياذ بالله. وسوء الخاتمة أعلى ما يكون بالكفر والعياذ بالله. وثم بعد ذلك يأتي السوء النسبي، فإنه قد يكون مسلما ويختم له بسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية، بما يحرم به من علو الدرجات أو يكون سببا والعياذ بالله في دخوله النار تطهيرا، فهذا نوع من الشقاء. فينبغي المسلم دائما أن يعوذ بالله من سوء الخاتمة وأن يأخذ بالأسباب التي تعين على حسن الخاتمة. في دعائه عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء تنبيه ومنهج نبوي أنه ينبغي للإنسان ألا يأمن من سوء الخاتمة، وأن يحاسب نفسه حسابا عسيرا، وألا يغتر بطاعته، لأنه لا يموت على الإسلام إلا من شاء الله له أن يموت عليه، ولا يموت على الإيمان إلا من شاء الله أن يموت عليه. فلا يغتر بطاعته ولا يغتر باستقامته، وإنما ولا يطلق لنفسه العنان ولا يزكي نفسه، بل دائما يتهمها بالتقصير ويحملها على الطاعة ويجعلها في خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى حتى يسلم. وإذا خاف في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ولا يجمع الله لعبد بين خوفين وأمنين، فإما خوف في الدنيا وأمن في الآخرة، وإما أمن في الدنيا وخوف في الآخرة. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يلزمنا تقواه وأن يجنبنا معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.